انا جيت. انا جيت. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا يا بنات من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم النهاردة بفيديو جديد، فيديو كله طاقة ونشاط وحماس ومليان كده طاقة إيجابية. يا رب تستفادوا منه ويعجبكم بإذن الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه أول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي أنا بعملها أول بأول. ولو عجبك الفيديو ده متنسينيش بلايك حلو منك تشجيعا منك ليا، واكتبي لي اي كومنت. هيكون بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، حتى لو ورده او قلب صغير. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بس النهارده كده انا اول حاجه صحيت بدري، وعايزه اقول لكم ان الصحيان بدري ده حلو قوي قوي يا بنات، والله بجد. صحيت بدري كده وديت ابني المدرسه وما نمتش بقى. لا استغفر الله العظيم يا رب، ده كان يوم السبت. ما وديت ابني الدرس، وبيروح بدري الساعة 8. وديته الدرس وطلعت للفراخ بتاعتي. وبعدين انا كنت خارجة في اليوم ده، كان عندي جلسة وكنت راح اعملها، فروحت بدري كده ايه وجيت. المهم بقى ايه، قلت بما اني خارجة ويعني مش هينفع اخرج كده من غير اكل، ويعني من غير فطار ولا اكل ولا حاجة، عشان ضغط بيوطى وبدوخ. تمام. فقلت بقى ايه، كنت عاملة الكماجي القمر ده، قلت اخد واحده كده مع كوبايه شاي بلبن، بتبقى حلوه قوي. انا بعشق حاجه اسمها بقى مخبوزات جنب كوبايه شاي او شاي بلبن، دي عندي بصوا كفايه. ممكن كمان تنفعني غدا، يعني انا عادي بالنسبه لي ممكن اتغدى او اتعشى او افطر باي حاجه من دي وخلاص كده، ما يهمنيش بقى ان انا اكلت ايه، المهم ان انا اكون اكلت وكون حاجه بحبها. المهم خدت واحده صغيره كده جنبها كوبايه شاي بلبن، قلت اكلهم عشان اتوكل على الله، اروح واجي يعني. المهم رحنا وجيت واشتريت كده شوية مشتريات كانت ناقصاني. انتوا عارفين ان انا ما بشتريش يعني بالشهر ولا بالاسبوع ولا الكلام ده، انا بشتري كل ما حاجة تكون ناقصة عندي. المهم بصراحة التلاجة كانت فاضية، كانش عندي فيه حاجات كتير، فقلت بقى اجيب الحاجات اللي ناقصاني. وجبت هنا طماطم، الطماطم كانت ب5 جنيه، حلوة قوي يا بنات. اللي عايز يفرز طماطم رمضان يفرز دلوقتي، ولو انت عندك فريزر ديب فريزر يعني، تقدري تجيبي قفص او اتنين. تشيلي بقى كمية سليمة كده يعني صحيحة زي ما هي، وتشيلي كمية صلصة، هيبقى حلو قوي يا بنات. المهم ان انا نقيتها واحدة بواحدة، وابتدي ان انا احطها في المنظم ده واحطها في التلاجة. انا بشيل عندي يا بنات الخضار كله من غير غسيل، بحيث ان هو لما يقعد عندي فترة ما يجرالوش حاجة. لكن لو غسلتيه بصراحة يوم والتاني والتالت هتلاقيه بدأ ايه يبوظ. المهم ان انا ايه، انا عندي صلصة. انا كنت جايبه 2 كيلو طماطم، قلت احطهم في التلاجة للاكل، للسلطة، نقطع كده جنب الاكل اللي جنب السندوتشات، فاهمني. لكن الطبيخ انا عندي صلصة في التلاجة قديمة، قلت لكم ان انا بحاول ان انا اخلصها دلوقتي عشان اعمل جديد، وان شاء الله ما عادش عندي غير حل غير علبة او اتنين. فحاول ان انا بقى اخرجهم كده بره يعني، في اول كده في الاول، آه عشان أنا ابدا اعمل جديد بقى. مش عايزه اجيب كميه مره واحده اتعب نفسي، لا اجيب مثلا 4 كيلو ب4 كيلو، 4 ب20 جنيه. خصوصا ان انا عايزه اعمل كميه للمحشي وكميه للطبيخ، فاهمني، لان انا بعمل بتاعه المحشي طبعا بعملها كده نص ضربه خشنه زي ما هي، وما بصفاش ولا اي حاجه، وبعملها بحط عليها البصل وبحط عليها الخضره بتبقى جاهزه يعني من كله، بحطها في علب يدوب اطلعها اقلبها على الرز واحط لها البهارات وخلاص. المهم كنت جايبه كمان يا بنات الخيار، والخيار غلى قوي معرفش ليه، جايباه ب20 جنيه، مع ان المفروض ان الخيار دلوقتي يعني في الشتاء بيكون كتير وسعره بيكون رخيص. المهم لقيته ب20 جنيه، فجبت كيلو واحد بس الصراحه يعني، جبت كيلو واحد عشان السلطه. تمام. وقلت احنا كده كده بيبقى عندنا الخس يوميا، خلاص طالما الخس طلع ما بنمنعوش، لان ولادي بيحبوه قوي، بيحبوا ياكلوه كده، وانا كمان بحب اكله في السندوتشات. المهم ايه، فقلت الخس يبقى للسندوتشات مع الجبنه وكده، والخيار عينه للسلطه بس. ولقيت كمان الباذنجان ده حلو قوي وطازه كده، ف... فجبته. احنا ملناش في الباذنجان قوي و... ولا المسقعه والحاجات دي، بس فين وفين كده ايه على ما بناكله. فانا قلت ها اجيب كيلو ب10 جنيه واحطه في التلاجة يبقى موجود. بحب اكله ايه صحيح مقلي جنب الكشري، اللي هو الكشري العدس الاصفر، بحبه جدا مع البتنجان المقلي. فانا جبته كده قلت يبقى عندي لو احتاجته
يبقى موجود يعني. فدول كده ايه اللي كانوا ناقصيني في التلاجة، الطماطم والخيار والباذنجان. بحب دايما التلاجة يبقى فيها كل حاجة انا محتاجاها. المهم الفلفل برضو غلى، لقيته ب20 جنيه. بصراحة مش عارفة الحاجة رفعت مرة واحدة ليه، مع ان المفروض الحاجة بقى يعني كانت سعرها مستقر وكويسة. فالله المستعان، ربنا يرخي قوت المسلمين يا رب العالمين. المهم كنت جايبة كيلو من الفلفل اللي هو ده. بس بصراحة طلع حامي قوي. انا جايباه على اساس ان هو بتبقى الحرارة بتاعته معقولة كده ومقبولة شوية، بس بصراحة لقيته حرارته عالية قوي قوي. انا كنت جايباه الاسبوع اللي فات، فانا لسه عندي كتير منه، لان لما باخد منه على السلطة باخد يعني حتة صغيرة جدا لا تذكر، وبحط منه برضو على الاكل برضو حتة يعني ممكن يكون ربع الفلفلاية كده بتكفي معايا. فعشان كده هو بقاله اسبوع عندي ولسه مخلصش، وهيقعد كمان عندي فترة. فاحتمال ان انا لو لقيته بدأ يدبل اشيله يعني في الفريزر صحيح كده، ولما باجي استخدمه برضو بطلع اخد منه حتة واشيل الباقي. المهم دول اللي كنت ايه جايبهم للتلاجة. تمام، دي الحاجات اللي ناقصاني يعني، والله المستعان. المهم بقى الخيار، عشان طبعا غالي، وعشان طبعا عايزه اشيله بقى يقعد معايا فتره. عايزه اقول لكم ان انا يعني الحركه اللي انا بعملها في الخيار ده عموما انا بعملها في اي خضار، ببقى عايزه يقعد معايا فتره. بيقعد عندي فتره كبيره جدا ومش بيبوظ، والحمد لله يعني لاخر واحده بيفضل طازه وجميل. انا عندي درج التلاجة بجيبه، طبعا حاطه فيه كيس ملكوش دعوه بيه ولا كانكم شايفين حاجه. المهم بجيب فانلة قطن بتاع الولاد، دي فانلة انا مخصصاها للحاجات دي، بس يعني هي محدش بيلبسها ولا بستخدمها في اي حاجه، مخصصاها للخضار بس. بحطها كده في الدرج واحط فيها الخضار وبقفل عليه. بس بحط فيه يا اما معلقه صغيره او شوكه، يا اما تحطي مثلا قطعه اسفنج ماشي، وتقومي قافله عليه الفانلة القطن دي وتحطيه في درج التلاجة. بصي انسيه بقى، خدي منه واحده بواحده يفضل لاخر واحده طازه معاكوا زي الفل، مش هيجرى له اي حاجه. الطريقه دي انا معتمداها من سنين السنين. وبعمل بقى الطماطم لما تكون الطماطم بتوصل مثلا ل20-30 جنيه، واكون مثلا جايبه كيلو على قد السلطه بس، وعايزاه يفضل عندي مده طويله، بعمل الحركه دي والله بتفضل عندي فتره طويله جدا ما بيجرالهاش اي حاجه. المهم انا كنت جبت برضو فراخ وكنت غسلاها والله مصوره وانا بغسلها يعني، بس ما اعرفش المقطع راح فين. مش عارفه بصور حاجات كتير ومش عارفه المقاطع بتروح مني فين، الله المستعان. المهم انا رحت، طبعا الفراخ رخيصه قوي دلوقتي ما شاء الله يعني ما شاء الله. فرحت المحل اللي انا بجيب منه الصراحه لقيته خلص، فرحت محل جنبه اول مره اتعامل معاه. بس كنت مضطره ان انا عايزه اجيب، لان مفيش عندي في الفريزر غير كيس واحد بس فراخ، وانا مش هنزل بقى دلوقتي. تمام يعني ما نزلش غير كل اسبوع. فقلت بقى لا اجيب، قلت اجيب 3 اوراق. ال3 اوراق بجيبهم كبار بيعملوا لي طبختين محترمين، يعني بعمل 3 دبابيس مره و3 افخاد مره. تمام. وبيبقى ال الورك مثلا بيبقى الورك بسم الله ما شاء الله مالي مركزه كده وكبير ما شاء الله، فبيبقى يعني لما اعمل الدبوس بس مناب لوحده فبيبقى كبير وما شاء الله بيشبع العيال والله. المهم وجبت كمان قلت له انا عايزه ربع بانيه، فوزن لي كده ناحيه من الصدر، قال لي دي عامله 50 جنيه، اكبر من الربع بشويه. قلت له مش مشكله قطعها لي. المهم وجبت ال4 اوراق، او كنت قايله له 3 فحط لي 4 ولقيتهم صغيرين الصراحه. فانا اتضايقت قوي، ما بحبش الفراخ الصغيره. فالمهم الله المستعان يعني غسلتهم وانا قطعتهم ونقعتهم، سبتهم بقى منقوعين شويه، ورحت كنت جايبه برضو المندولينه دي مسكره قوي يا بنات وحلوه زي العسل. وكنت جايبه فراوله وموز، وكنت عملناهم احنا كده. دلوقتي احنا كنا يعني داخلين على العشاء كده، وانا كنت جايه من بعد العصر شويه، حوالي الساعه 5، حوالي الساعه 5 كده او 4:30. فكنت بقى اول ما جيت الولاد قطعوا الفراوله والموز وعملوهم كوكتيل كده، حطوا رش عليهم سكر وحطيناهم بقى وقعدنا ناكل منهم واللي كان فايض بقى مننا الطبق ده. طبعا كنت شلت برضو كيس في الفريزر موز على فراولة، بحيث ان انا ابقى اعمله في يوم تاني عصير. تمام. الفراولة نازلة بسم الله ما شاء الله كيلو ب25، رخيصة جدا. لان انا كنت شفت على النت على الفيسبوك وكده يعني
إن التصدير بتاع الفراولة واقف، عشان كده الفراولة رخيصة، لكن لو اتصدّرت هتبقى غالية، فالله المستعان بقى مش عارفة التصدير هيفتح والّا لأ، فهي لو التصدير ما فتحش هتفضل رخيصة، لو فتح هتغلى، تمام، بس هي مسكّرة وزي العسل، أنا كنت فاكرة إنها هتبقى لسه حادقة، لقيتها مسكّرة وزي العسل والله بألف هنا، وكمان لقيت الموز برضه نزل، كان الأول ب40 وب35 لقيته النهارده ب25، فجِبت 2 كيلو ب50 جنيه. المهم أكلنا واتبسطنا والحمد لله، وفضل عندي المندولينا كنت جايبة برضه 2 كيلو كانت ب15 جنيه، جايبة 2 كيلو ب30. المندولينا بصراحة قعدت عندي إيه، فترة يعني بتقعد عندي فترة، يومين 3 كده. لكن الموز والفراولة مهما جبت كمية بتخلص أول بأول، لإني أنا ولادي بيحبوا الكوكتيل أوي، أوي بتاع الفراولة والموز ده. طبعًا بقى لمّا أكون جايبة فاكهة أكتر باحط عليها زي تفاح أو كده. بس بصراحة أنا قُلت لكم إن إحنا ما بنجيبش أو دلوقتي يعني باحاول إن أنا ما أجيبش في الأسبوع أكتر من نوعين بس فاكهة، ولو كتّرت بيبقوا 3 بس، تمام. المهم بقى ومسكت المطبخ كده ضبّطته، لإني كنت ماشية الصبح كنت مروّقاه كده إيه، قبلها بيوم وكنت مشيت ما عملتش فيه حاجة. المهم لمّا جينا بقى وأكلنا وعملنا الكوكتيل وأكلنا وغسلت الفراخ، قُلت بقى أمسك المطبخ كده أضبّطه، لإني ما كنتش ضبّطته الصبح، والشقة برضه كنت مضبّطاها على بيات يعني، فما عملتش فيها حاجة. المهم أنا باعمل البلاط اللي في الحيطة ده اللي فوق اللي عند البوتاجاز كده، الرخامة اللي جنب البوتاجاز، أنا ما باحبش بصراحة أعمل صابون وسبونشة بقى ومَيّة واقعد أغرّق الدنيا، لإن أنا أصلًا ما عنديش في المطبخ ما فيش فيه بلاعة، فما باحبش أغرّق الدنيا يعني واوسّع على نفسي واتعب نفسي. المهم أنا عاملة خلطة كده زي ما أنا قُلت لكم، مُذيب دهون وحاطة عليه شوية من الكلور وشوية من المَيّة، وباروح رشة كده وسايباه يعني ما فيش ثواني كده، تيجي تمسحيه بقى بفوطة مبلولة، كل حاجة على البلاط بتطلع لو كان عليه دهون أو أي حاجة، وبيبقى بسم الله ما شاء الله بيلمع وزي الفل. باعمل الحركة دي باستمرار، عشان كده دايما البلاط بيبقى عندي نضيف ما شاء الله. برضو بمسح بقى الرخامات، بتبقى برضو زي الفل وزي العسل. والبوتاجاز برضو ساعات برش منها على البوتاجاز، وساعات لما تكون مثلا اتساخاته قوية بمسكه بقى برش عليه، وبمسكه بالليفة والصابونة كده، او الصابون السائل، بمسكه ادعكه دعكة حلوة. ولما يكون زي النهاردة كده تلميعة خفيفة، عايز تلميعة خفيفة، هو نضيف بس تلميعة خفيفة، برش عليه اما اللي هو ملمع الزجاج، تمام. بقوم عاملاه كده مسحاه ومنشفاه بمناديل او مسحاه بمناديل عشان يلمع ويبقى زي الفل. والله المستعان، ربنا يعيننا جميعا ان شاء الله. والرخامه دلوقتي بتلمع وكل حاجه بتلمع ما شاء الله، وكل حاجه عندي نظيفه. ومسكت بقى المطبخ كده قلت اكنسه ونضفه. الغساله بتاعتي دي يا بنات رحت اجيب لها اللي هي كسوه. جبت لها كسوه حلوه قوي، بس للاسف الراجل قال لي هي دي بتمشي على اي مقاس. يعني انا قلت له انا عايزاها كبيره بتاعتي 9، بس انا عايزاها 10 او 11 عشان تبقى كبيره شويه. فاداني واحده وقال لي دي هتمشي عليها من اول 8 كيلو لحد ايه اكبر غساله يعني، وكده معديه ال 10 كيلو. المهم انا بصراحه ما اعرفش الحاجات دي، انا ما كانش عندي غير النص. فقلت له ماشي، الله المستعان، انا هاخدها واجربها ولو طلع فيها حاجه اجيبها لك. المهم جيت يا بنات ان احطها على الغساله فلقيتها قصيره جدا مش عارفه بقى دي بتاع غساله مثلا 7 كيلو او 6 كيلو، ما اعرفش. بس اعتقد يعني ان هي لو 8 كيلو حتى مش هتبقى الفرق ده كله، لا هي صغيرة اكتر من 10 سنتي، فاهميني، قصيرة على الغسالة اكتر من 10 سنتي. المهم فطبقتها زي ما كنت جايباها بالظبط، وحطيتها في الكيسة بتاعتها، وقلت بقى لما اروح ان شاء الله الاسبوع الجاي عشان اخد الجلسة بتاعتي ابقى ابدلها من الراجل. تمام. المهم غسلت بقى كنست المطبخ ومسحته، وقعدت بقى شوية كده على ما نشف. وبعد كده بقى ايه، احنا دلوقتي بقى كنا بالليل متأخر بقى بعد العشاء، قلت بقى ادخل اشوف بقى الفراخ اللي انا جايباها. كنت شطفتها بعد ما نقعتها كده، شطفتها وحطيتها في المصفى دي تصفى، لان ما بحبش احطها في الاكياس فيها ميه. تمام. فالمهم قسمت ال4 اوراق على طبختين، يعني هم كانوا صغيرين بصراحة، بس يعني عملوا طبختين كويسين في الله المستعان. والربع البانيه
حطيته كده في طبق. بصراحة انا مش هعمله بانيه لان هو مقطعهولي بطريقة سيئة جدا، مش عجباني. المحل اللي انا بجيب منه بيقطع لي البانيه بطريقه حلوه قوي قوي، تلاقيها شرايح سمكها ولا رفيعه قوي ولا تخينه قوي، وتلاقي الحته عريضه كده ما شاء الله وكبيره. لكن دي عمله لي بطريقه سيئه جدا، فانا احتمال افرمه واعمله يا اما شاورما، ممكن اقطعه واعمله شاورما، او افرمه واعمله كفته. تمام. الله المستعان. وخلاص بقى احنا جربنا وما عادش هجيب من المحل ده تاني، حتى لو لقيت المحل اللي انا بجيب منه آه، يعني خلص وكده، فخلاص مش هجيب. هرجع مش هجيب، ولما اروح مرة تانية ابقى اجيب. لكن انا مش هغير المحل اللي انا بجيب منه تاني، لان بصراحة الفراخ ما عجبتنيش، الاوراق صغيرة قوي قوي، وانا ما بحبش الاوراق الصغيرة. اول ما بعرفش اقسمها ما بتطلع يعني، ما بتطلعش معايا كويسة. يعني انا دلوقتي ما ينفعش ادي الواحد دبوس واحد، الدبوسين حاساهم برضو رفيعين قوي، مش فيهم لحم. الفخد برضو يا دوب يعني مش ماليه العين كده، فاهمني؟ فالله المستعان. انا عموما طبعا انا مربيه فراخ، هما دلوقتي عندهم 29 يوم، فالله المستعان كلها 10 او 12 يوم واذبحهم. وممكن كمان اذبح منهم قبل كده طبعا، يعني اول ما يعدوا الشهر ممكن تذبحي منهم، يعني شهر مثلا بنذبح منهم مثلا 32 يوم 33 يوم لحد بقى 40 يوم او حاجه، و40 في الوقت ده بتبداي ان انت تذبحي منهم بقى، خلاص بيكونوا استووا، فاهمني؟ فانا قلت لا، عشان عايزه اسيبهم يعني شويه يكبروا، طالما هم كويسين يعني وبياكلوا ويشربوا ومش تعبانين الحمد لله، فاسيبهم واجيب دول يكفوني على على الكيس اللي عندي. عملت كيسين على الكيس اللي عندي يكفوني آه، على مذبح الفراخ يعني وكده، فاهمني؟ والله المستعان. طبعا بقى على نص كيلو لحمة، على أكلة سمك كده يعني، وهي ماشية. المهم بقى ايه، كنت بالليل قبل ما انام بصراحة انا مأجلة الحمام بقالي فترة عايزة اغسله، يعني غسلة كده عميقة، وبقالي فترة مأجلاه. فالمهم قبل ما انام دخلت كده، قلت لا يا بت ايه، انتي مش هتقعدي كل يوم تأجلي يلا. اللي مخليني مأجلة الحمام ان انا ما كنتش عارفة افك الستارة بتاعته. تعبتني قوي 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 الصراحة على ما فكتها. ان انا بفكها بقف على السلم، بس السلم كان فوق السطوح وابني ما كانش موجود، ويعني ايه الله المستعان، برضو بقعد اقول له هات لي السلم هات لي السلم كل يوم. فحاضر يا ماما شويه كده، طيب اما اجي من الدرس، طب اما اجي من بره مش عارف ايه. فيوم على يوم بقالنا فتره على كده. فالمهم جبت كرسي كده ووقفت، بس بصراحه عذبتني على ما اتشالت. لاني احنا عاملين مركبين الماسوره الحامل بتاعها على مسمارين، بس احنا حاطين واحد بس. ليه؟ عشان ما نعرفش نخرم في البلاط، حاطين اللي فوق بس. فلما باجي ارفع الماسوره ما بتترفعش معايا، لا الحامل كله بيترفع. وانا كمان قصيره والكرسي قصير، فيعني ايه كان الموضوع تعب شويه. المهم قلت بقى ابدا بالحوض. الحوض ده يا جماعه قدام الحمام، في طرقة قدام الحمام، والحوض ده فيها. احنا عندنا نظامنا كده، بيت العيلة اللي احنا فيه، احنا في بيت عيلة عاملين النظام ده هنا في البيت عندهم. يعني احنا ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ربنا يبارك. البيت كله 6 شقق، كل الشقق عندنا الحوض مش في الحمام، الحوض بره الحمام. تمام. فانا بدأت بيه كده وظبطته. قلت بقى ادخل على الحمام، عملت خلطة كده ايه، حطيت شوية كلور على شوية ديتول على شوية صابون سايل، ومسكت بقى السبونشة كده. قلت ايه وانا واقفة اعمل الحتت اللي ايه اللي انا ايدي طايلها وانا واقفة، لكن مش هوطي لان بصراحة ظهري تعبني، مش هعرف ان انا اوطي اغسل بلاط من تحت. فبعمل ايه، بعمله بالمقشة. انا مخصصة مقشة للحمام، بغسل بها البلاط كل يوم. احنا طبعا بنغسل الارضية يوميا، لكن الحيطان بتغسليها مثلا كل اسبوع، كل 10 ايام، حسب ما انت معودة نفسك يعني. تمام. فانا بصراحة بغسل الحيطان برضو بالمقشة دي. بس النهاردة كده حسيت ان البلاط الفاتح ده عايز دعكة كويسة، وكمان البرواز اللي هو الذهبي ده برضو كان عايز ما بيلمعش كده، كان مطفي. فقلت اعمله بالاسبونج عشان يلمع يعني، والخلاط بقى بتاع الدش والمحابس والحاجات دي. المهم مسكت كده الحمام كله كده بسم الله ما شاء الله يعني، ومسكت الارضيه كمان دعكتها دعكه حلوه، والله المستعان شطفته. وفي
في الشطفة الاخيرة بقى، يعني انا شطفه كذا مرة كده، في الشطفة الاخيرة بحط معطر وكمان بعد ما بخلص بحط معطر. تمام. المعطر انا بجيبه وسايب، وان شاء الله في الفيديو الجاي فيديو مشتريات او خلطة، خلطة يعني كده لتنظيف الملابس، ممكن يكون الفيديو اللي بعده مش عارفة. هوريكم المعطر ده بجيبه سايب، ممتاز يا بنات، ممتاز والله العظيم اهو. ما شاء الله، برشه كده بالليل وبقوم تاني يوم الصبح الاقي الحمام ريحته روعة. ويعني ترشيه بقى كل يوم في الحمام، مثلا مرة الصبح ومرة بالليل، ومرة الصبح ومرة العصر، ما شاء الله. المهم لو انت وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش بقى باللايك، ولو لسه ما اشتركتش انزلي اشتركي حالا عشان تنوريني. واللي دخلوا عندي جديد في القناة، حابة اقول لكم ان انتوا شرفتوني، نوروني ونورتوني، ووجودكم على راسي. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، بحبكم في الله.